قلت له يا ريس عايزين نزود مرتبات الناس دي عشان دول في الساقية برضه شقيانين. فقال لي انت اجتماع مغلق يا اشرف، اجتماع مغلق 3 ساعات. رحت له المكتب، دخلت قعدت، كانت راجل تيم ليدر دلوقتي، انا خلاص بقى، انا معلق لواء بقى. قعدت، فقال لي يا اشرف انت عايز تزود الناس دي ليه؟ قلت له عشان دول في الساقية يا ريس، وهم دول اللي شايلين الشغل، وهم دول اللي بيحققوا احلامي واحلامك. بقيت اقول احلامي بقى، انا راجل تيم ليدر مش زيهم. فقال لي يا اشرف هو كل واحد منهم بياخد كام؟ قلت له زي ما انا كنت باخد 4000 جنيه. قال لي طب ما هم لازم يفضلوا ياخدوا 4000 جنيه. فقلت له ليه يا ريس لازم يفضلوا ياخدوا 4000 جنيه؟ قال لي يا اشرف اللي زي دول لو اديتهم اكتر من كده وكسروا قرش هيتوحشوا. ممكن يجي الصبح يقول لك انا ليا وجهة نظر عايز اعملها، والله راجل معايا فلوس وراجل ريتش بقى وعايز احقق وجهة نظري. فلازم تفضل في دايرة العوز معاك ال 4000 جنيه وجايب حاجات قسط وبيع. بدأت اعرف بقى هم ليه بيسمحوا لنا في الشركة وبيجيبوا لنا اوفرات ان احنا نقسط. عايز ايفون 14 قسط، يلا. انت عايز عربية، انا حاسس انت عايز شقيان، عايز عربية قسط، يلا قسط. فبدأ يوريني ويكشف لي حاجات انا كنت في غفلة عنها. قال لي يا اشرف ما هم لازم يفضلوا جايبين حاجات قسط، ولازم مرتبهم يبقى 4000 جنيه عشان افضل ضامن ان هم يفضلوا في الساقية، ويفضل خايف على اخر الشهر عشان يقدر يسدد الاقساط. لكن لو انا اديته مرتب كبير هيتوحش عليا، هيكسر قرش، هيبقى راجل ريتش، هيجي ممكن يقول لي مش جاي الشغل تاني، انا راجل معايا فلوس خلاص، افتح مش هجيب عربيه قهوه كانك البن يا باشا واقف بيها تحت الشغل. واحد عملها وجاب كانك البن تحت الشغل وباع، ده كان تيم ليدر برضه زي انا بفكر برضه في حاجه شبه ده، بس مش موضوع. فقال لي بص يا اشرف انت اول ما مسكت فلوس بدات تفكر ازاي؟ انت طول ما انت كنت مع الناس دي في الساقيه عمرك ما كنت تيجي تقول لي حاجه دي ولا رئيس الناس وشوف الناس. بدات تشم نفسك. لكن لو انا كاتمك بال 4000 جنيه من ناحيه والناحيه الثانيه قسط، فانا انت كده انت بتاعي، انت ملكي، انت يا باشا تعالى حقق لي احلامي انا وصاحب الشركه ومراتي، يعني وصل لي عيالي المدرسه. ما انت ملكي بقى، انت عبد، فاهم؟ مديري ده قال لي كلمه برضو قعدت افكر فيها بعد ما خرجت وقعدت اسرش. قال لي يا اشرف منطقيه العمل الخاص ان المدير او رئيس مجلس الاداره مثلا ياخد 80000 جنيه، اللي تحته اللي هو مديري ياخد 60000 جنيه، انت كتيم ليدر تاخد 20-30 الف جنيه، ونقعد كلنا نجتمع ونعمل اجتماعات وجروبات عشان نشوف ازاي نخصم من الناس اللي بتاخد 4000 جنيه عشان برضه يفضلوا عايشين في الحيره. يفضل هو في دولة، هو صاحي من النوم مدروخ، يعني بيجي مثلا من الشغل مدروخ، ينام يصحى يشوف يقبل الخوازيق فين، لكن يجي يلاقي ان الدنيا حلوه ومفيش مشاكل. طب ما هيبدا بقى يشغل دماغه زي كده. بص يا اشرف انت اول ما بقيت تيم ليدر بقيت بتفكر ازاي؟ هرجعك. قلت له يا ريس لا، قلت له يا ريس اخصم لكل اللي على الناس كنت داخل له عشان ازودهم، اثر عليا لدرجه ان انا قلت له اخصم لهم كلهم، الناس دي ما بتشتغلش يا ريس.